أهلا. ممكن نتخيل شوية؟ نتخيل إنه الثورة نجحت في البحرين وامتدت من البحرين للإمارات، من الإمارات للسعودية. إيش تتوقع راح يصير؟ صدقوني راح يكون حالنا أفضل بكثير مما أنتوا تتوقعون. طبعا أكيد البعض بيقول حتكون فوضى، حيكون. هل تتوقع إحنا دحين الحياة اللي إحنا عايشينها مهي فوضى أصلا؟ مهي سرقة، مهي نهب. سرقوا بلادنا، سرقوا خيراتنا، سرقوا بترولنا، سرقوا أراضينا، سرقوا ثروتنا، سرقوا كل شيء يا جماعة. لازم انتوا تعرفوا ذا الشيء. طبعا لما قامت الثورة في البحرين الحكام صعقوا جدا جدا جدا، لأن دولة صغيرة مثل البحرين ما كانوا يتوقعوا إطلاقا إنه تكون فيها ثورة. طبعا كالعادة إيران ورا الموضوع ومن هذا الكلام الفاضي. أنا حابة أوصل رسالة للحكام العرب، ما أبغى أي تعليق من أي أحد يقول لي أنت من إيران ولا أنت مع أمريكا ولا أنت مع، أنا ماني عارفة شو. أنا سعودية، ماني ممولة من أي جهة. هذا الشيء لازم تعرفوه. كل اللي أبغاه الحرية، الحرية لبلدنا. أبغى أعرف أنا أمريكا وينها؟ راحت لليبيا، سيبت البحرين. شيء طبيعي، عشان البترول، عشان الفلوس، عشان مصلحتها. الجيش السعودي تحرك فورا لتدمير آسفة، لمساعدة الجيش البحريني المسكين. ليه طيب ليه؟ عشان لا تقوم ثورة في السعودية، لأنه لو قامت ثورة في السعودية أمريكا حتروح في الباي باي، البترول ما حيوصلها. لذلك أمريكا من مصلحتها إنه يبقى الطغيان ويبقى كل شيء على ما هو حاله في الخليج العربي. بشوية بتقولوا لي الإمارات أحسن دولة، أقول لكم الإمارات دولة ملعونة. بمجرد إنه فيها معارضين هددت سحب جنسيتهم. تخيلوا، كأنها بلد أبوهم. طبعا السعودية كلنا عارفين معتقل ذهبان في جدة، والمعتقلات الأخرى في الشرقية في الرياض. كله عشان الرأي، كله عشان صوتنا لا يوصل للعالم. أنا أبغى أقول آخر شيء، رسالة للحكام العرب. إن ما كان بيدنا سقوطكم راح يكون بيد الأجيال الجديدة. ولا تظنوا إن سكوتنا وخنوعنا وصمتنا هو ضعف أو قلة حيلة، ولكن زي ما يقولوا اتقي شر الحليم إذا غضب. واعتقد إحنا خليجيين لازم نتحرك soon or later. الشعب الخليجي أتمنى إنه نحن نتحد قدام هذا الطغيان، قدام هذول الفاسدين والشرذمة. شكرا لكم.